الأجانب والسياح ويا الدكتور فايز. صورة جميلة، هما ذوق وشكلهم جميل. طبعا نتشرف بالسياح لجمهورية مصر العربية، وطبعا جمهورية مصر العربية دائما تحتضن الثقافة والتراث والآثار، هم أتوا لهنا لكي يشاهدوا هذا التاريخ، هذا التراث العظيم، هذا الأدب، هذه الثقافة، هذه الأشياء التي تدون في حياة الجميع. يعني هؤلاء حضروا لكي يستمتعوا بهذه الأجواء وهذه الأماكن الجميلة. انظر الأستاذة اسمها نورين مصر. كارمن. يعني اسأل ايش سبب حضور القاهرة؟ What the reason why you are coming in Cairo or in Egypt? Yeah. I'm coming to eat. I'm coming here in Egypt to connect with these beautiful energies of the pyramids, the temples, and all the gods and goddesses that have created this beautiful planet. Thank you. انت نعم محمد. سلا بقول لك نفس السبب اللي هي متواجده فيه برضه نفس اللي هي قالت. ما هي الاشياء اللي رايتيها كويسه يعني؟ ما هي الاشياء الجميله بمصر؟ هي لسه اول يوم النهارده، أول مرة؟ الزياره بتاعتنا. أول زيارة. سوف ترين. What you feeling because you are first time here in Egypt? ماذا سمعت عن مصر قبل؟ What you heard about Egypt before you came here? عشان نروح أمريكا. نورين مصر كلها. نوع الأسئلة. حسن، ماذا تمثل الثقافة المصرية والعربية بالنسبة للغرب؟ أنا عايز أتكلم مثلا في قول كلمة. الناس دي مش جاية كده من فراغ، مثلا الناس جاية من 17 ساعة سفر أو 20 ساعة سفر وجاية مصر مثلا كده، لا هي اللي هي تاخد صورة وتمشي، لا بالعكس. هي الناس دي متأكدة ومتيقنة عن الحضارة المصرية القديمة وعارفة إن هي تاريخ مصر عميق جدا. فمن هنا بدأت البشرية، إن مصر جات بعد كده البشرية أتت. تمام؟ هم جايين يتأملوا في الحضارة المصرية، مش بس في الحضارة يتأملوا في الطاقة بتاعت الأرض نفسها. الطاقة الإيجابية أكيد بتاعت بالنسبة للأهرامات، بالنسبة للأقصر وأسوان، إن كل منطقة في مصر هنا لها لمستها الجمالية. يعني الحضارة الفرعونية القديمة ومصر القديمة كلها لهم إيجابيات. أكيد بتمثل نورين مصر كلها. نورين إيجيبت. الإيجابية الحقيقية لما احنا سعداء النهارده كلنا كده. لا هنشاور هنترجم. بنى الهرم، بنى خمسة أبو خمسة. اتصور وياهم، هاتوا نصورك وبعدين نصورك. دي لايف ماشي عادي. زي كده بس ماشي. انزل انت. يا هند تعالي صوريني. الحضارة والأخلاق، القيم والمبادئ العالم كله اللي بعتها العالم.